لو انتوا زيي بتحبوا سندوتشات الجمبري المقلي المقرمش بالطحينه، بس دايما لو عملتوه في البيت يا اما الطبق اللي بره بتفك او بيطلع معاكم شارب زيت او طري، فاقول لكم بقى على شويه تريكس كده تخليكم تعملوا اظبط جمبري مقلي في البيت مقرمش اكتر من بتاع المطاعم. كمان الجمبري بتاعنا بقى المتقشر، وبعد ما نشيل كيس الرمل اللي في الظهر نتبله بملح، فلفل اسمر، كمون، كزبره وتوم باودر وكركم وعصير ليمون، وممكن نستبدل التوم الباودر بتوم فريش. نسيبه بقى في التتبيله دي لمده ما تقلش عن ساعه. نحضر بقى خلطه التحمير بتاعتنا. هنجيب كوبايه دقيق وطبقين، هنقسم الكوبايه على الطبقين، وفي طبق منهم بس هنضيف عليه معلقتين نشا. نفس التوابل اللي تبلنا بيها الجمبري هنضيفها على الطبقين بالتساوي، وهكتب لكم تحت المقادير بالظبط للتوابل. هنضيف بقى على طبق واحد من الاتنين شويه ميه ونقلب كده لحد ما توصل معانا لقوام شبه قوام عجينه الكيكه. هنجيب بقى الجمبري ونحطه في الطبق اللي فيه العجينه السايله، وبعدين نطلع على طول للطبق اللي فيه الدقيق والنشا ونقلبه كده كويس، وبعدين ننفضه بالشكل ده. ونعمل كده مع كل كميه الجمبري ونرصه في طبق على جنب، ونحاول ما نحطش الجمبري فوق بعضه. هنيجي بقى لمرحله القلي. لازم زيت الجمبري يبقى غزير جدا، فعشان كده هاتوا اصغر حله او كسرونه عندكم وحطوا فيها زيت، دي هتخليكم الزيت بتاعكم يبقى غزير وفي نفس الوقت ما تاخدش منكم كميه زيت كبيره. تاني حاجه بقى الزيت لازم يكون سخن جدا، لانه لو مش سخن الجمبري القشره بتاعته هتفك. الجمبري مش بيحتاج وقت خالص في السوا، فاول ما يوصل معانا اللون الذهبي نطلعه على طول. نطلع الجمبري بقى على شبكه او مصفى، مش على مناديل، وبالهنا والشفا.